دلوقتي هنبدأ وحدة جديدة مع بعض وهنشتغل في الأحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هناخد درس بعنوان الانقسام الخلوي. الانقسام الخلوي احنا النهاردة مش هنتكلم في فيزياء، مش هنتكلم في كيمياء، ولكن هنتكلم في الأحياء. يعني ايه انقسام؟ يعني ايه خلوي؟ الانقسام يعني الخلية بتنقسم وبتبتدي تديني أكتر عدد من الخلايا، بدل ما كانت واحدة ممكن تبقى 2، ممكن تبقى 4، ممكن تبقى 8. خلوي يعني بتكلم عن الخلية وهي وحدة بناء جسم أي كائن حي. فالنهاردة هنتكلم عن الكائنات الحية. الدرس في الأول بيقول لي ان اي كائن حي في الدنيا، بيعرفنا على الكائنات الحيه، بيقول لي ان اي كائن حي في الدنيا بيكون ليه خصائص علشان اقدر اقول عليه كائن حي. اي كائن حي لازم يكون بيعمل تغذيه، لازم يكون عنده احساس، لازم يبقى بيتكاثر، بيعمل عمليه التكاثر، وكمان يبقى بيتحرك وبيتنفس. الكائن الحي لو فقد اي حاجه من الحاجات دول ممكن ما اقدرش اقول عليه ان هو اصلا كائن حي، واقول في الاخر ان هو جماد. طب ايه هي عمليه التكاثر؟ عمليه التكاثر هي العمليه اللي بيقوم بيها الكائن الحي عشان يديني افراد جديده، عشان ما يثبتش على عدد معين، وعلشان ما ينقرضش ويحافظ على استمرار حياته. فعمليه التكاثر هي عمليه بيقوم بيها اي كائن حي عشان ينتج افراد جديده من نفس نوعه، عشان يضمن استمرار حياته وتحميه من الانقراض. طب يجي بعد كده يقول لي انا عايز اتكلم في الدرس ده عن الخلايا والانقسامات بتاعتها. فقال لي عشان اتكلم عنها اول حاجه هكلمك عن نوع الخلايا، وكمان هكلمك عن نوع الانقسامات، هل كلها بتنقسم بنفس الطريقه ولا ليها انواع، وهكلمك عن نوع التكاثر في الكائنات الحيه، هل كل الكائنات بتتكاثر بنفس الطريقه ولا ليها طريقه مختلفه. اول حاجه بيقول لي ايه هي الخليه، او يعني ايه خليه. الخليه هي وحده البناء والوظيفه في جسم اي كائن حي، هي اللي بتبني جسم الكائن الحي، وكمان هي اللي بتقوم بالوظائف الحيويه زي التنفس، زي الهضم، زي الحركه، وهكذا. بيقول لي ان الخلايا عندي بيكون ليها نوعين، عندي خلايا جسديه وخلايا تناسليه. الخلايا الجسديه هي اللي موجوده في اي جزء في جسم الكائن الحي، هي كل خلايا جسم الكائن الحي ما عدا الخلايا التناسليه. يبقى انا عندي كل جسم الكائن الحي عباره عن خلايا جسديه، ما عدا جزء معين بس في جسمه بسميه خلايا تناسليه. طب الخلايا الجسديه اداني لها تعريف وقال لي هي كل خلايا الكائن الحي ما عدا الخلايا التناسليه. لكن الخلايا التناسليه هي الخلايا اللي بتنتج الامشاج عشان الكائن الحي يقدر يتكاثر وينتج لي افراد جديده. فالخلايا التناسليه هي الخلايا المسؤوله عن انتاج الامشاج او الجاميتات، لها اسمين، لها اسم امشاج او جاميتات. هي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأمشاج أو الجاميتات لإتمام عملية التكاثر الجنسي في الكائنات الحية. طب بيديني أمثلة على الخلايا الجسدية. خلايا جسدية زي الخلايا البرانشيمية والكولانشيمية في النبات. النبات جوه جسمه خلايا جسدية زي اللي موجودة في الساق والجذور والأوراق، ودي اسمها خلايا جسدية زي البارانشيمية والكولانشيمية. عندي كمان خلايا جسدية في الإنسان والحيوان زي خلايا الأمعاء وعضلات القلب، وخلايا الشعر والضوافر والعظام، وخلايا البشرة، وخلايا الدم، وخلايا القلب، وخلايا العضلات، كل دي خلايا جسدية. طب بالنسبة للخلايا التناسلية اللي بتنتج الأمشاج عشان تساعد الكائن الحي على التكاثر الجنسي، ايه هي الخلايا التناسلية اللي موجودة في النبات؟ النبات فيه منه مذكر ومؤنث، فالخلايا التناسلية اللي موجودة في النبات هي خلايا المتج المذكرة وخلايا المبيض المؤنثة. يبقى خلايا المتج هي اللي موجودة في العضو المذكر في النبات، وخلايا المبيض هي اللي موجودة في العضو المؤنث في النبات. المتج بينتج أمشاج مذكرة واللي هي اسمها حبوب اللقاح، والمبيض بينتج أمشاج مؤنثة واللي هي اسمها البويضات. طب بالنسبة للإنسان والحيوان، الإنسان والحيوان هما كمان في منهم ذكر وأنثى. فأنا عندي الذكر عنده خلايا تناسلية اسمها خلايا الخصية، والأنثى عندها خلايا تناسلية اسمها خلايا المبيض. خلايا الخصية بتنتج أمشاج مذكرة اسمها الحيوانات المنوية، وخلايا المبيض بتنتج أمشاج مؤنثة اسمها اسمها البويضات. يجي بعد كده يقول لي اي كائن حي بيبتدي ينقل صفاته الوراثيه للكائن الحي اللي بعده. يعني
اي كائن حي عشان يعمل تكاثر وينتج فرد جديد بيديله صفات شبهه، زي ما احنا كلنا بشر زي بعض وكلنا نوع انسان، فاحنا كلنا عندنا 5 صوابع في الايد الواحده. دي صفات وراثيه انا اخدتها من ابائي واجدادي. نفس الكلام هنا بيقول لي الصفات الوراثيه بتكون موجوده في جسمي في صوره حاجه اسمها الكروموسومات. بلاقي عندي شكل كده شبه حرف الاكس، ده اسمه كروموسوم. والكروموسومات هي اجسام خيطيه الشكل مسؤوله عن الماده الوراثيه في اجسام الكائنات الحيه، او تمثل الماده الوراثيه في جسم الكائن الحي. يبقى الكروموسوم بيكون عباره عن اجسام خيطيه الشكل تمثل الماده الوراثيه، وبيتكون من كروماتيدين متصلان عند السنترومير. يبقى الخطين دول اسمهم كروماتيدين متصلين في منطقه في النص اسمها السنترومير. طيب يجي بعد كده يقول لي الخلايا الكروموسومات ليها خصائص. ايه خصائص الكروموسومات؟ اول حاجه ان الكروموسومات بيكون عددها متشابه في النوع الواحد وبيختلف من نوع الى اخر. يعني مثلا كل البشر كلنا انسان، فكلنا عندنا نفس عدد الكروموسومات في الخليه الواحده. كل انسان عنده 46 كروموسوم في الخليه الواحده. طب بيختلف ازاي من نوع الى اخر؟ يعني الانسان مش شبه القرد، والقرد مش شبه الفراشه، والفراشه مش شبه الغراب، والغراب مش شبه البطه، وهكذا. والنباتات كمان عندها ماده وراثيه في الخلايا بتاعتها اسمها برضو كروموسومات. طيب انا قلت ان الكروموسومات ليها خصائص. اول حاجه في خصائص الكروموسومات انها تتشابه عددها في النوع الواحد وبيختلف من نوع الى اخر. الكروموسومات هي اللي بتمثل الماده الوراثيه اللي موجوده جوه جسم اي كائن حي. طيب انا عشان اجيب او انتج كائن حي جديد لازم الصفات الوراثيه او عدد الكروموسومات اللي في جسمه تكون قد عدد الكروموسومات اللي في جسمي بالظبط. يبقى اي كائن حي عشان ينتج فرد جديد لازم يطلعوا شبهه بالظبط في عدد الكروموسومات. طب هعمل ده ازاي؟ لو انا بجيب الكائن الحي الجديد من ذكر وانثى، لازم الذكر الامشاج بتاعته تحمل نصف عدد الكروموسومات، والانثى الامشاج بتاعتها تحمل نصف عدد الكروموسومات. فلما اجيب مشيج مذكر مع مشيج مؤنث وادمجهم مع بعض يديني العدد الكامل من الكروموسومات في اي كائن حي طبيعي. ما ينفعش اجيب عدد كامل زائد عدد كامل احطهم مع بعض يدوني كائن حي مش مظبوط. فلازم اجيب مشيج مذكر بيحتوي على نصف العدد ومشيج مؤنث بيحتوي على نصف العدد، فلما احطهم الاثنين مع بعض يديني كائن حي جديد بيحتوي على عدد سليم من الكروموسومات. فعشان كده قال لي ان الخلايا الجسديه وخلايا المناسل طبيعي بتحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات، وبتحتوي على الكروموسومات في صوره ازواج 2N. طب يجي يقول لي خلايا الامشاج او الجاميتات، الامشاج المذكره والمؤنثه ما ينفعش ابدا تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات، ولكنها بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات اللي موجوده في الخلايا الجسديه والخلايا التناسليه. يبقى الامشاج اذا كان في النبات او في الانسان او في الحيوان لازم الامشاج تحتوي على نصف العدد بس من الكروموسومات. اما باقي خلايا الجسم والخلايا التناسليه بتحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات. لو الانسان فيه 46 كروموسوم في كل خليه في جسمه، فالامشاج بتاعته هتبقى بتحتوي على 23 بس في المذكر و23 بس في المؤنث. طب يجي يقول لي كمان الكروموسومات بيكون ليها خصائص تانية. ايه هي الخصائص التانية؟ بيقول لي المفروض ان الانسان فين؟ الانسان 46 كروموسوم، لسه مش كاتبها لي دلوقتي. كاتب لي ان البطاطس عدد الكروموسومات في كل خليه فيها، ما هو البطاطس كمان كائن حي، عدد الكروموسومات في كل خليه في البطاطس بيبقى 48 كروموسوم، والشمبانزي 48 كروموسوم. ايه ده؟ هو البطاطس والشمبانزي عندهم نفس عدد الكروموسومات؟ قال لك عندهم نفس عدد الكروموسومات، بس ده لا يعني اي تشابه في الصفات الوراثيه بين البطاطس والشمبانزي. فلما اجي ابص على البطاطس والشمبانزي هلاقي مفيش اي تشابه بينهم ابدا في شكلهم ولا في سلوكهم ولا في اي حاجه. فعشان كده بيقول لي ان تشابه عدد الكروموسومات في نوع مختلف من الكائن الحي ده لا يعني اي تشابه في الصفات الوراثيه. طب بيقول لي ان الفيل عدد الكروموسومات اللي في خليته 56 كروموسوم، لكن الغراب عدد الكروموسومات عنده 80 كروموسوم في الخليه الواحده، مع ان الغراب صغير بس عنده 80 كروموسوم في الخليه. اما الفيل كبير وعنده 56 كروموسوم في الخليه الواحده. علشان كده عدد الكروموسومات ليس له علاقه ابدا بحجم الكائن الحي. طيب يجي يقول لي
الخلايا بتاعتي عشان تنقسم، هل بتنقسم بنفس الطريقه؟ قال لي عندي نوعين من الانقسامات، عندي حاجه اسمها الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي. ايه الانقسام الميتوزي ده؟ الانقسام الميتوزي لما الخليه تنقسم وتديني خليه شبه القديمه بالظبط، نسخه طبق الاصل، بقول عليها انقسام ميتوزي بالت. لكن لو الخليه انقسمت ونقصت لي عدد الكروموسومات او نقصت لي عدد الماده الوراثيه، بقول عليه انقسام ميوزي. امتى بحتاج الانقسام ده وامتى بحتاج الانقسام ده؟ الانقسام الميتوزي بيحصل في الخلايا الجسديه، لما لا قدر الله حد يتعور فكده الخلايا بتاعته تلفت، فانا محتاجه اعوض الخلايا التالفه دي وانتج خلايا جديده بدلها سليمه، فعشان كده بعمل انقسام ميتوزي عشان اطلع خلايا جديده تشبه تماما الخليه الاصليه اللي كانت موجوده في الاول. لما حد لا قدر الله يحصل له كسر في العظام، برضو خلايا العظام بتنتج خلايا جديده تشبه تماما طبق الاصل الخليه الاصليه اللي كانت موجوده في الاول قبل الكسر. يبقى انا عندي الانقسام الميتوزي بيديني خلايا مطابقه تماما للخليه الاصليه. لما اجيب خليه جسديه بتحتوي على عدد كروموسومات 2N، هلاقيها بتنقسم ميتوزيا وتديني خليتين جديدتين، دي فيها 2N ودي كمان فيها 2N زيها. يبقى انا طلعت خلايا بتحتوي على نفس عدد الكروموسومات بالظبط من غير ما انقص فيها اي حاجه. عشان كده ادتني خليتين جسديتين متماثلتين وبتحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات. طب بيقول لي ان الانقسام الميتوزي كل خليه جديده بتستقبل نسخه كامله ومطابقه تماما للخليه الاصليه اللي كانت موجوده قبل كده. طيب بالنسبه لاهميه الانقسام الميتوزي، مهم في ايه؟ مهم في نمو جسم الكائن الحي، عشان الكائن الحي جسمه ينمو ما يفضلش حجمه صغير دايما. كمان مهم عشان تعوض الانسجه الميته والتالفه، وخصوصا في الحالات اللي فيها التئام للجروح او كسر في العظام او تلف في العضلات او اي حاجه من الحاجات دي. خلاص، يجي بعد كده يقول لي عندي حاجه اسمها الانقسام الميوزي. الانقسام الميوزي بينصف او بيقسم عدد الكروموسومات للنصف. ازاي؟ الانقسام الميوزي بينتج خلايا جديده ولكنها لا تحتوي على عدد الكروموسومات كامل، بتحتوي على نصف العدد فقط. انا امتى بحتاج الانقسام الميوزي؟ بحتاجه في انتاج الامشاج. انا قلت من شويه ان الامشاج المذكره لازم تكون نصف العدد والامشاج المؤنثه لازم تكون نصف العدد. طب انا هعمل ده ازاي؟ هعمل ده لما اجيب الخليه واعمل لها انقسام ميوزي، فبدل ما كانت بتحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات 2N، لا انا خليتها بتنقسم الى N لوحدها وN لوحدها. تاني نوع عندي هو الانقسام الميوزي. الانقسام الميوزي اللي بينصف عدد الكروموسومات وبيقسمها للنص. ليه بعمل كده؟ او ليه بحتاج الانقسام الميوزي؟ لان انا عايزه انتج امشاج مذكره بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات وامشاج مؤنثه تحتوي على نصف عدد الكروموسومات. علشان كده اخدت خلايا المناسل وقسمتها الى خليتين كل منها تحتوي على نصف عدد الكروموسومات، فبدل ما كانت الخليه 2N، لا انا قسمتها وخليتها N لوحدها وN لوحدها. طب الانقسام الميوزي ما بيتمش على مرحله واحده زي الميتوزي، ولكنه بيتم على مرحلتين، الانقسام الميوزي الاول والانقسام الميوزي الثاني. الانقسام الميوزي الاول ايه اللي حصل فيه؟ الخليه انقسمت الى خليتين كل منهما تحمل نصف عدد الكروموسومات اللي موجوده في الخليه الاصليه. طب الانقسام الميوزي الثاني، لقيت الخليتين دول كل واحده فيهم انقسمت الى خليتين جديدتين بتحتوي كل منهم على N فقط. بدل ما كان الخليه الام 2N، انتجت لي في الاخر في النهايه 4 خلايا كل واحده فيهم N بس. طب يجي يقول لي الانقسام الميوزي الاول مهمته او وظيفته انه يختزل عدد الكروموسومات ويقسم لي الخليه الى خليتين بتحتوي كل منهما على N اللي هو نصف عدد الكروموسومات. طب الانقسام الميوزي الثاني مهمته ايه؟ مهمته يزود عدد الخلايا، بدل ما كان عندي الخلايا الواحده ادتني 2، لا هو خلى لي الخلايا الواحده تديني 4 خلايا، فهو مهمته انه يزود عدد الخلايا الناتجه. طيب بعد ما بيخلص الانقسام الميوزي بيحول كل خليه من دول الى نشيد مذكر او نشيد مؤنث، اذا كان في الانسان او في الحيوان او في النبات. طيب يجي يقول لي الانقسام الميتوزي، انا عارف ان هو كان بينتج عنه خليتين متماثلتين، لكن هنا بينتج عنه 4 خلايا كل منها تحتوي على نصف عدد الكروموسومات. بيقول لي ان الانقسام الميوزي ده بينتج عنه او
بيديني اختلاف في الصفات الوراثيه. يعني الافراد اللي بتنتج جديده ما بتطلعش نسخه طبق الاصل من ابائها، زي مثلا ما انا بشوف مجموعه من الاخوان او الاخوات بيبقوا جايين من نفس الاب والام، بس صفاتهم الوراثيه او اشكالهم مختلفه او فيها بعض الاختلافات، ما بيبقوش طالعين نسخه طبق الاصل. ليه الكلام ده؟ عشان عندي ظاهره بتحصل في عمليه الانقسام الميوزي الاول اسمها ظاهره العبور الوراثي، ودي هنشرحها دلوقتي حالا. طب بيقول لي ايه الهدف من حدوث الانقسام الميوزي، او ليه بعمل انقسام ميوزي؟ اول اهميه ليه انتاج الانشاج في المناسل. اول اهميه انه لازم اعمل انقسام ميوزي عشان يبقى عندي امشاج مذكره وامشاج مؤنثه. طب تاني اهميه اختزال عدد الكروموسومات الى النصف، عشان اخلي عدد الكروموسومات يبقى نصف العدد هنا ونصف العدد هنا. طب ليه اصلا بعمل كده؟ علشان اضمن الحفاظ على ثبات عدد الكروموسومات في النوع الواحد بعد التزاوج، بعد ما المشيج المذكر يتجوز المشيج المؤنث. طب عندي ظاهره اسمها ظاهره العبور الوراثي بتحصل في الانقسام الميوزي الاول. ايه ظاهره العبور الوراثي دي؟ انا عارف ان في الانسان 46 كروموسوم قاعدين جنب بعض كلهم في خليه واحده في نواه الخليه. طب ال 46 كروموسوم دول يجي منهم 2 كروموسومين يقربوا من بعض، وبعدين كروماتيد من هنا يلتف حول كروماتيد من الكروموسوم الآخر، فحصل عندي التفاف بين كروماتيدين غير شقيقين. طب الالتفاف ده يحصل فيه تبادل في اجزاء من الماده الوراثيه. انا عارف ان الكروموسوم بيحمل ماده وراثيه، فبلاقي كروماتيدين غير شقيقين يلتفوا حول بعضهم وعملوا تبادل من اجزاء من الماده الوراثيه اللي موجوده فيهم. فبدل ما يديني انقسام ميوزي بيحمل بدل ما يعمل لي انقسام ميوزي ويديني الكروموسومات بتحمل نفس الصفات الوراثيه بالظبط، قال لك لا، احنا نعمل عبور وراثي علشان الصفات الجديده يطلع فيها بعض الاختلافات الصغيره في الصفات الوراثيه في الافراد الجديده او في الاخوات. طيب بيجي يقول لي ايه هي اهميه ظاهره العبور الوراثي؟ بيقول لي انها مهمه لانها بتعمل تبادل في اجزاء من الماده الوراثيه بين كروماتيدين غير شقيقين في كروموسومين متماثلين، علشان تتوزع الكروموسومات والصفات الوراثيه في الامشاج بطريقه عشوائيه، وده هيعمل لي اختلاف في الصفات الوراثيه. بعد كده بيقول لي ان انا عندي قانون بحسب بيه عدد الخلايا الناتجه من الانقسام الميتوزي اللي بيحصل في الخلايا الجسديه او في خلايا الجسم. الانقسام الميتوزي اللي بيديني خليتين، انا عايزه اعرف لو حصل 3 انقسامات يديني كام خليه، لو حصل 5 انقسامات يديني كام خليه، لو حصل 10 انقسامات يديني كام خليه. فقال لي هحسبها من القانون ده. هقول لك عدد الخلايا الناتجه بيساوي 2 أس n، وان هنا يعني نمبر، ان اللي هو عدد الانقسامات، يبقى عدد الخلايا الناتجه اللي هو الان كابيتال بيساوي 2 أس n اللي هو عدد الانقسامات، يبقى الان اللي سمول اللي فوق دي عدد الانقسامات. يجي يقول لي اهو هديك مثال وهقول لك اديني او قول لي كام عدد الخلايا الناتجه من 3 انقسامات لخليه واحده. يا ترى الخليه دي لو اتقسمت 3 مرات تديني كام خليه؟ هقول له ان بتساوي 2 أس n، ده القانون اللي انا عارفه. فالان الصغيره اللي هي بتساوي 3، ان سمول اللي هي عدد الانقسامات 3 انقسامات. طيب لما يجي يقول لي هعوض واحط 2 أس 3، يبقى عدد الخلايا الناتجه بتساوي 8 خلايا. طبعا الافضل ان انا ما ارسمش الرسمه دي عشان هتاخد مني وقت ومجهود واشتغل بالقانون على طول. طب يجي يقول لي انا عندي حاجه اسمها الورم السرطاني. ايه هو الورم السرطاني ده؟ الورم السرطاني بيكون عباره عن نشاط خليه وانقسامها بطريقه غير طبيعيه. انا عارف ان الخليه الطبيعيه بتنقسم بشكل طبيعي وتديني نسيج جديد طبيعي وتبتدي تنقسم بطريقه معينه وفي وقت معين، لكن لو الخليه دي قررت انها تنقسم بشكل متكرر ومستمر وبصيغه مش طبيعيه، كده بقول عليها ورم سرطاني. انا ببص هنا الاقي دي خليه طبيعيه ابتدت تنقسم اهي وبقت خليتين، ومن هنا ادتني نسيج طبيعي ما فيهوش اي مشاكل. لكن لو خليه واحده من هنا باظت هتبتدي تنقسم زي ما انا شايف كده في المنظر اللي قدامي، تنقسم بطريقه مش طبيعيه او تعمل انقسامات متعدده زياده عن اللزوم لحد ما تزنق على الخلايا اللي حواليها وتعمل حاجه اسمها الورم السرطاني. يبقى الورم السرطاني هو نشاط خلية جسدية وانقسامها ميتوزيا عدة مرات بشكل مستمر وغير طبيعي. يجي بعد كده يقول لي دي
مقارنه بين الخلايا الجسديه والتناسليه. بيراجع لي سريعا كده يقول لي الخلايا الجسديه هي كل خلايا الجسم ما عدا الخلايا المناسل، بتنتج بالانقسام الميتوزي اللي فيه ت. بتحتوي الخلايا الجسديه على العدد الكامل من الكروموسومات، وكمان برمز لها بالرمز 2N. ليه؟ لانها فيها العدد الكامل من الكروموسومات، مش ناقصها حاجه. والامثله بتاعتها: في النبات عندي خلايا برانشيميه وكولانشيميه، وفي الحيوان والانسان عندي خلايا الامعاء وخلايا عضلات القلب. طب الخلايا التناسليه او خلايا الامشاج المذكره والمؤنثه دي بتكون خلايا متخصصه عن او مسؤوله عن التكاثر الجنسي، بتنتج بالانقسام الميوزي، وبتحتوي كل مشيج على نصف عدد الكروموسومات بس، ما بتحتويش على العدد الكامل، بتحتوي على نصف العدد، وبيرمز لها بالرمز N مش 2N. طب موجوده في النبات في صوره البويضات وحبوب اللقاح، وموجوده في الانسان والحيوان في صوره البويضات والحيوانات المنويه. طب بيقول لي ليه سميت الانقسام الميتوزي انقسام متساوي والانقسام الميوزي المنصف او الاختزالي؟ الانقسام الميتوزي سميته المتساوي لانه بيضمن توزيع نسخه كامله ومطابقه تماما من المعلومات الوراثيه للخليه الاصليه على الخليتين الجديدتين، بيطلعوا بالظبط نسخه طبق الاصل من الخليه الاصليه. لكن الانقسام الميوزي سميته الانقسام المنصف او الاختزالي لانه بينصف او بيقسم الخليه الواحده او بينتج لي 4 خلايا بتحتوي كل منهم على نصف عدد الكروموسومات فقط اللي موجوده في الخليه الاصليه. طب بعد كده بيكلمني عن انواع التكاثر في الكائنات الحيه. التكاثر ليه نوعين، لا اما تكاثر جنسي او تكاثر لا جنسي. بالنسبه للتكاثر اللا جنسي ده بيحصل في النباتات او اغلب انواع النباتات. النباتات بتتكاثر لا جنسيا عن طريق التكاثر الخضري. طيب يجي يقول لي يعني ايه اصلا تكاثر لا جنسي؟ التكاثر اللا جنسي في النبات بيحتاج فرد ابوي واحد فقط. يعني انا لو جبت بطاطسايه واحده بس وزرعتها هتقدر تتكاثر وتديني اعداد تانية من البطاطس من غير ما احتاج فرد تاني معاها. فيقدر يعتمد التكاثر اللا جنسي على فرد واحد فقط. وطبعا بيعتمد على الانقسام الميتوزي. ليه؟ لانه بينتج افراد جديده مطابقه ومشابهه تماما للفرد الابوي الواحد، مفيش اختلاف بين البطاطسايه الجديده والبطاطسايه القديمه. فعشان كده بيقول لي ان التكاثر اللاجنسي هو عمليه حيويه يقوم فيها الفرد الابوي، فرد واحد، بانتاج افراد جديده مطابقه له تماما ومشابهه في الصفات الوراثيه. طب زي ايه؟ زي التكاثر الخضري في نبات البطاطس. بجيب نبات بطاطس واحده، ثمره بطاطس برعم واحد، وتكون مزرعه بيكون فيها زي كور بيضه كده، واروح حطها في التربه واحطها في ظروف مناخيه مناسبه. فبجيب ضرره البطاطس اللي بتحتوي على برعم واحد سليم وبزرعها في ظروف مناسبه، فتبتدي تنبت جذور وساق واوراق. فهنا بينشط البرعم ويكون لي الجذور والساق والاوراق، تبدا في الخلايا بانتاج خلايا جديده، وتبتدي تعمل عمليه البناء الضوئي علشان تعمل لي تكاثر لا جنسي وتديني بطاطس جديده. طب اخر حاجه بعد ما بتخلص بقى عمليه البناء الضوئي بتاعها والبطاطس بتنضج وتتم العمليه بتاعتها، بتعمل ايه؟ بلاقي الاوراق بتاعتها ابتدت تصفر وتدبل. ليه؟ لان هي خلاص البطاطس كده بتبقى نضجت وبتبقى مش محتاجه الاوراق في عمليه البناء الضوئي مره اخرى. فبيقول لي مع تطور الجذور لامتصاص الماء والاملاح المعدنيه من التربه وارتفاع الساق والاوراق نحو الضوء، بتصبح التربه النبات جديد وكامل وقادر على عمليه البناء الضوئي بنفسه، فخلاص ما بتبقاش محتاجه الاوراق مره اخرى. بيجي يقول لي ضرنة البطاطس بتعمل كمخزن للطاقة لإمداد الساق والجذور بالغذاء اللازم. يجي يقول لي أو يسألني سؤال: علل ضرنة البطاطس بتعمل كمخزن للطاقة ليه؟ هقول له لإمداد الساق والجذور بالغذاء اللازم عشان تقدر تساعد الساق والجذور اللي هم بيعملوا عملية البناء الضوئي. طيب بيقول لي التكاثر الخضري في نبات البطاطس احدى صور التكاثر اللاجنسي. ليه قلت على التكاثر الخضري تكاثر لاجنسي؟ طبعا لانه بيتم عن طريق فرد ابوي واحد، ولانه بيعتمد على الانقسام الميتوزي. لازم اقول النقطتين دول. اول حاجه لانه بيتم عن طريق فرد ابوي واحد، تاني حاجه لانه بيعتمد على الانقسام الميتوزي وبينتج افراد جديده مطابقه له تماما في الصفات الوراثيه. طب يجي بعد كده بيكلمني عن التكاثر الجنسي. التكاثر الجنسي لازم يتم عن طريق فردين ابويين، احدهما مذكر والاخر مؤنث. فالتكاثر الجنسي هي عمليه حيويه بيشترك فيها
فردين، ما تنفعش تتم ابدا بفرد لوحده، فردين ابويين من نفس النوع احدهما مذكر والاخر مؤنث عشان يقدروا ينتجوا افراد جديده صفاتها الوراثيه بتجمع بين صفات الابوين. يعني الفرد الجديد بيطلع مجمع بين صفات الاب والام في نفس الوقت. طيب يجي يقول لي انا عندي ايه هي خطوات التكاثر الجنسي؟ بيتم ازاي؟ اول حاجه بيندمج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث عشان يعمل لي خليه، وهما الاثنين يندمجوا مع بعض ويبقوا خليه واحده بس اسمها الزيجوت. يبقى المشيج المذكر بيندمج مع المشيج المؤنث وهما الاثنين يصبحوا خليه واحده بس اسمها خليه الزيجوت. طب المشيج المذكر كان فيه نصف عدد الكروموسومات، كان فيه ان بس، والمؤنث كان بيحتوي على نصف عدد الكروموسومات ان بس. لكن الزيجوت بيحتوي على العدد الكامل بعد ما جمعتهم مع بعض، بقى الزيجوت محتوي على العدد الكامل من الكروموسومات 2N. وبعد كده الزيجوت او الخلايا الصغيره دي تبتدي تنقسم ميتوزيا عده انقسامات متتاليه لحد ما تديني الجنين او الفرد الجديد. طب ايه هي عمليه الاخصاب وايه هو الزيجوت؟ الاخصاب هي العمليه اللي اندمج فيها نواه المشيج المذكر مع نواه المشيج المؤنث عشان يديني الزيجوت. العمليه دي سميتها الاخصاب. يبقى هي اندماج نواه المشيج المذكر N مع نواه المشيج المؤنث N لتكوين الزيجوت 2N. طب يعني ايه زيجوت؟ هي الخليه الناتجه او اللي نتجت او اللي طلعت، الخليه الناتجه عن عمليه الاخصاب واللي بتحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات في الخليه الجسديه للفرد الابوي. طيب يجي بعد كده بيقول لي هديك مثال على التكاثر الجنسي في حيوان الضفدعه. طب يجي يقول لي الضفدعه دي بتكون فيها ذكر بيحتوي جسمه على عدد كروموسومات 2N على العدد الكامل عادي جدا، وانثى هي كمان جسمها بيحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات 2N. طب يجي يقول لي لما اجيب الضفدع المذكر والضفدع المؤنث واخليهم هما الاثنين يتجوزوا، فهاخد من الضفدع المذكر بعد ما جسمه يعمل انقسام ميوزي هاخد منه امشاج مذكره اسمها حيوانات منويه، وهاخد من الضفدع المؤنث عن طريق الانقسام الميوزي هاخد منه امشاج مؤنثه اسمها البويضات. يبقى المذكر عمل انقسام ميوزي واداني حيوانات منويه، والمؤنث عمل انقسام ميوزي وادتني البويضات. الحيوان المنوي والبويضه هما الاثنين هيندمجوا مع بعض في عمليه الاخصاب عشان يكونوا لي خليه واحده بس اسمها خليه الزيجوت. يبقى احنا عملنا عمليه الاخصاب عشان اكون خليه الزيجوت. خليه الزيجوت تبتدي تعمل انقسامات او تبتدي تكمل انقسامات عشان تديني طور اسمه طور ابو زنيبه. طور ابو زنيبه هو الطور او المرحله اللي بعد الزيجوت على طول. يبقى المرحله اللي بعد الزيجوت او اللي بتلي الزيجوت في الضفدعه اسمها طور ابو زنيبه، وبعد كده تكمل انقسامات بالطريقه الميتوزيه عادي جدا لحد ما تنتج لي فرد جديد، ممكن مره يبقى مذكر او ممكن يبقى مؤنث، وبعد كده يرجعوا يعملوا عمليه التكاثر مره اخرى وينتجوا افراد جديده وهكذا. طيب بيجي يقول لي عملت اهو مقارنه بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي. التكاثر اللاجنسي بيعتمد على فرد ابوي واحد، وبيعتمد حدوثه على الانقسام الميتوزي، وبينتج افراد جديده مماثله ومطابقه تماما للفرد الابوي الواحد، وبيضمن تكوين نسخه طبق الاصل للافراد الناتجه عن الفرد الابوي. لكن في التكاثر الجنسي بيعتمد على فردين ابويين احدهما مذكر والاخر مؤنث، وبيعتمد حدوثه على الانقسام الميوزي عشان الانقسام الميوزي هو اللي بيديني امشاج مذكره وامشاج مؤنثه، وبينتج عنه افراد بتحمل صفات مختلفه وراثيا عن الفردين الابويين. يعني بيعمل لي اختلاف او تنوع في الصفات الوراثيه، وبيضمن حدوث تنوع في الصفات الوراثيه. يجي نحل اسئله. بيقول لي اكتب المصطلح العلمي: عملية حيوية يقوم فيها الكائن الحي بإنتاج أفراد جديدة من نفس النوع مما يضمن استمرار حياته. طبعا دي عملية التكاثر. وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي طبعا الخلية. كل الخلايا الكائن الحي مع عدد تناسلية دي الخلايا الجسدية. أعضاء التسكير والتأنيث المسؤولة عن إنتاج الخلايا التناسلية اسمها المناسل. يبقى الأعضاء نفسها اسمها المناسل، لكن الخلايا اللي بتتكون منها اسمها خلايا المناسل، واللي بينتج من خلايا المناسل أو الأعضاء التناسلية اسمها الأمشاج. يبقى الأعضاء التسكير والتأنيث اسمها أعضاء تناسلية أو اسمها المناسل.
الخلايا المتخصصة المسؤولة عن التكاثر الجنسي في الكائنات الحية اسمها الخلايا التناسلية. الانقسام الخلوي الذي تنقسم فيه الخلايا الجسدية إلى خليتين جديدتين مماثلتين للخلية الأم، شبه الخلية الأم بالظبط، ده اسمه الانقسام الميتوزي. انقسام خلوي تنقسم فيه الخلية إلى 4 خلايا كل منها تحتوي على نصف عدد الكروموسومات، طبعا ده الانقسام الميوزي. ظاهرة تعمل على تنوع الصفات الوراثية في أفراد النوع الواحد اسمها ظاهرة العبور الوراثي اللي بتحصل في مرحلة الانقسام الميوزي الأول. نشاط خلايا جسدية وانقسامها ميتوزيا عدة مرات بشكل مستمر وغير طبيعي، ده الورم السرطاني. عملية حيوية يقوم فيها الفرد الأبوي، فرد واحد أبوي، بإنتاج أفراد جديدة مطابقة له تماما في الصفات الوراثية، ده التكاثر اللاجنسي. تكاثر النبات لا جنسيا عن طريق الدرنات اسمه التكاثر الخضري. عملية حيوية يشترك فيها فردين من نفس النوع، أحدهما مذكر والآخر مؤنث، لإنتاج أفراد جديدة صفاتهم بتجمع بين صفات الابوين، ده التكاثر الجنسي. عمليه اندماج نواه المشيج المذكر مع نواه المشيج المؤنث لتكوين الزيجوت، دي عمليه الاخصاب. الخليه الناتجه من اندماج نواه المشيج المذكر مع اندماج نواه المشيج المؤنث اسمها خليه الزيجوت. لما يجي يقول لي عمليه هقول له دي عمليه الاخصاب، لكن لما يجي يقول لي الخليه الناتجه هقول له انت كده بتكلمني عن الزيجوت. الطور الذي يتحول بالانقسامات الميتوزيه الى ضفدع بالغ اسمه طور ابو ذنيبه. وكده نكون خلصنا الدرس، وان شاء الله تكون فهمتوا. حد واقف قدامه اي حاجه يقدر يسالني في الكومنتات. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.